السلام عليكم إخواني أخواتي ومرحبا بكم جديد في قناة مطبخنا المغربي هاي دار. اليوم سأقدم لكم طبق سمك بامتياز مقلي وبواحد المرق شرمولة كتجي رائعة رائعة. كنتمنى أنكم تتبعوا معي الوصفة للآخر إن شاء الله وتجربوها غتنال الإعجاب ديالكم. واحد التنبيه التأكيد لأنه في الفيديو ديال الفلان اللي كنت درت الأخت ديالي نبهتني على أنني مع الموسيقى ما عطيتكمش بالتدقيق مدة الطبخ وهي كالآتي: 25 دقيقة داخل الفرن كيكون مكوفر مغطي بالألمنيوم، وبعد 25 دقيقة كنحيد هذاك الغطاء ديال الألمنيوم وكنخليه يطبخ لمدة 20 دقيقة بدون غطاء كتتمة لمرحلة الطبخ. ومن بعد كندير له الكيردون كيكون جاف عندي، كنخليه ياخد حرارة المطبخ ومباشرة كنحطه في الثلاجة كيبرد وبالصحة وبالراحة. هذا كتأكيد وتوضيح لمدة الطبخ ديال الفلون. كذلك واحد الأخت هي كانت سألتني، كنتمنى أن تكون عطيت التدقيق والتوضيح بالنسبة لمدة الطبخ لأنها هي مهمة في هذا الفلون. ان شاء الله دابا غادي نرجع معكم للوصفه ديال اليوم اللي هي طبق السمك اللي كيكون بامتياز. اذا ومن بعد غادي ندير واحد الملعقه ديال الكركم، وكذلك غادي ندير واحد الرشه ديال الملح. كما كتشوف معايا الكركم، انا كنقول الكركم ولا الخرقوم البلدي، بهاد الكميه. وهنا كميه من الملح. كما هنا راه السمك انا راه حيدت منه ديك الحشوه ديال الامعاء ديالو وغسلته، ولكن خليته بالراس ديالو لان حتى هذاك الراس وكلشي فيه بروتينات هو اللي كيعطي لهاد الوصفه ديال اليوم نكهه. بعد ذلك من بعد ما تبلته بالكركم وبالملح غنمشي لواحد المقلاة، غنوضع كميه من الزيت. غادي نخليها حتى تسخن وتاخد الحراره. هنا غنستعمل دائما النار اللي كتكون فوق المتوسط، وغنبدا نقلي السمك على هذا الشكل. غادي نخلي السمك حتى ياخذ واحد اللون الذهبي، وغنقلب على الجهتين بجوج حتى كياخذوا معايا الشكل الذهبي ديالهم، وكتطلق دوك البروتينات كامله ديال السمك كتطلق لينا في الزيت، لان ان شاء الله غادي مازال غنستعمل الزيت اللي غادي نقلي فيه هاد السمك بالاستعانه بفورشات. هنا كنقلب الجهه الاخرى باش حتى هي تقرمش وتاخد اللون الذهبي. تشوفوا معايا الفتحات اللي انا فتحت بها السمك باش ما نخسرش الشكل ديال السمكه. كنفتح غير من تحت الراس وكنخرج الاحشاء وكنغسلها كما سبقت ذكرت لكم، وكنتبلو بتتبيله ديال الكركم والملح، ومن بعد حنا كنقليو فيه بهذه الطريقه. هنا انا كنزيل السمك اللي عندي طبختو خدا اللون الذهبي، لان هنا الزيت راه خدا دوك البروتينات كامله ديال السمك، ما غاديش نرمي. تقدروا تنقصوا الكميه ديال الزيت. هنا غادي نضيف لنفس المقلاة ونفس الزيت اللي قليت فيه بصله كبيره مشنفه يعني على شكل هلال رفيعه في التقطيع. غادي نزيدها المقلاة وغادي نحرك بهذا الشكل حتى البصل حتى هو غادي ياخد عندي واحد غتدبال وغياخد شويه اللون ذهبي. تبعوا غير المراحل. هنا انا خديت واحد الفصوص من الثوم حسب الرغبه. انا استعملت هنا 5 فصوص هنا مهروسه ديال الثوم. غادي نخلطها بهذا الشكل والنار دائما متوسطه. حبذا لو تستعملوا الملعقه ديال الخشب اللي كتكون حتى هي صحيه. غادي نخلط الكل حتى غادي الفصوص ديال الثوم غتاخد. هنا كنضيف كميه من الملح. الملح ما تكتروش منه لاننا اضفناه في السمك في الاول مع الكركم. غنخلط الكل. هنا غادي ناخد واحد السر ثاني، غناخد واحد البصله وغادي نطحنها في مولينكس. غنهرسها بصله بيضاء كنطحنها في المولينكس بهذا الشكل،
وغادي نضيفها لان الدور ديال البصله هنا اللي انا طحنت مطحونه ولا معصوره هو انها كتخلي لي داك المرق كيجي عاقد. هذا هو السر ديال البصله اللي انا طحنت. هنا غادي نضيف واحد 3 حبات من الطماطم اللي قطعتها بهذا الشكل ولا حبتين. تبعوا معايا المراحل ان شاء الله تنجح معكم الصلصه. انا غنخلط جيدا. كذلك غادي نخلي الطماطم عندي يدبالوا وتا هما كيطلقوا داك السوائل ديالها كتولي عندي شرموله بهذا الشكل. دائما اي مكون كنضيفه كنخليه يتشوح كيما يتقلى يعني كيتشوح. هنا غنبدا نضيف التوابل. هنا كميه من الكركم الخرقوم البلدي. وكذلك غادي نضيف الكمون المطحون. وكذلك الفلفل الأبيض والزنجبيل المطحون غبرة باودر. وهنا كمية من الملح. غنخلط جيدا. انا داك الماء اللي انا ضفت باش ما كيتحرقوش عندي شويه ديال الماء اللي ضفت باش ما كيتحرقوش عندي التوابل. وغادي نخلط. وهنا عندنا المرق كيبدا يعقد. هنا زدت كميه من الماء باش المرق عندي كيكون كافي. هنا النار غتكون اقل من المتوسط باش الماء وداكشي عندي ما كيتبخرش وكتبقى التوابل والبصل والطماطم كتطلق هذوك النكهات ديالها. هذا هو السر ديال الشرموله اولا لاصوص ديالنا. هنا كما كتشوفوا معايا هنا تقريبا وصلنا لهذه المرحله. غادي نضيف كميه من الطماطم ديال العلب اولا اللي كتكون هذيك الفريش السائله كيعطيها واحد الطعم وكيعطيها حتى اللون. كنخلط الكل بهذا الشكل. لازم عندكم الصوص توصل لهاد الدرجة انها كتكون عاقدة يعني كتاخد ديك الكريفي كتولي عاقدة. كنزيد كنخليها مازال كتبخر شوية. وفي هذه المرحلة هي الأهم كنبدا نوضع السمك اللي سبق لي وقليته. ودابا الآن هذا السمك هو اللي غادي يعطي واحد النكهة روعة للصوص ديالنا ديال الطماطم وكيبقى مقرمش. كنخلي السمك دقيقتين كيتشوح. بعد ذلك غادي نقلبوا للجهة الأخرى حتى هو باش كياخد هذيك الدغميرة وديك المرق. ولكن هنا راه غير بكيرفول يعني غير بالمهل لان السمك عندنا باش يبقى محافظ على ديك القرمشه وعلى الشكل ديالو. وصدقوني راه ما كيبقى السمك محافظ على القوام ديالو ما كيتهرش لينا ما والو. وكاخر اضافه عندنا هنا كندير داك الفلفل الحراق بهذا الشكل. تقدروا تقطعوا دوائر تقدروا تخليوه كامل بهذا الشكل. الان غتشوفوا معايا طريقه هنا ديال التقديم. صدقوني راه كيجي روعه روعه. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم الطبق ديال اليوم السمك وشكرا.